هو احمد الشرع وحازم ابو اسماعيل في مصر حيخرج من السجون. ما في دور للاشخاص الدعاة العاديين، ما لهم دور اذا ما عندك ارضيه قتال. ما في. رئيس الشرع اجى حبيبي بالبنادق، اجى ما اجى بالدعوه. ما اجى بالدعوه حبيبي، اجى بالبنادق. هو رجل دين اوكي، هو زلمه متدين اوكي، بس ما اجى بالدعاوي بالكلام فاضي. جاب بعد حرب 14 سنة يا كلامنتينو على فكره حداك اذا عن حرب بدك، العراق. اذا بدك بالدعاوي والرجال اللي لهم صيت وهيك، البوطي كان له صيت عالمي وعربي، بس يعني اختبر بحرب الثوره السوريه، فيعني هبط سابع ارض لانه كان موالي للنظام، رغم انه هو لو كان مع الثوره السوريه ثق تماما شعبيته صارت للسماء. هبط لسابع ارض هو. هون كان الاختبار، هذا الاختبار. بينما الرجل حتى بيكون عم بيقاتل على السنة وبيكون متعرض لحروب بين شخص، والله أنا قد على المنابر. شو عم تعمل على المنابر عمي؟ أهل المنابر. هلا هاي محمود حافظ صار له 12 سنة عم بيقارع النظام عن طريق التليفون وعن طريق الإنترنت. شو يعني ساوى؟ عنده حلفاء على الأرض مثلا؟ هل إنه أنا جيت، هلا في أنا جيت على الأرض حتى لو عندي 5 مليون بالتيك توك، هلا ما في كثير عالم متابعين اعلاميين عندهم 10 مليون ملاحظه متابع. يا دكتور، شو ممكن بيساووا هدول شو بيساووا على الارض اذا انت هدول متابعينك في امريكا ممكن وبكندا؟ تعطيني حبيبي انت بده يكون عندك ناسك موجودين على الارض، انت الناس تبعك على ممكن الارض. تعطيني ملاحظه، مع احترامي مع ممكن احترامي ملاحظه. مع احترامي طيب لاتهامي ولا غير اتهامي، اذا انت ما هذاك شوف لك، انا فكرت فيها كثير القصه. اذا شخص موجي بالنار ما خرج يثبت وضعه، لا تهامي ولا غير تهامي، وكله كلام هذا. ما بدي اقول لك يعني طيب كلام ملاحظة يا دكتور، ملاحظة بعطيك ملاحظة. أنا سيبك من الشيخ التهامي. موضوع المهدي لا خليتني يعلم اسكت عن بس. نفسه هاي أنه تخريفات ما بقبلها، هاي تخريفه. هاي شوف ما حدا بيصل، ما طيب حدا يا دكتور بجيبك. ملاحظة، أعطيني وجهة، معني كلمتين يا اخي، يا أعطيني حبيبي. أوصل لك وجهة نظري. ما راح اوصل لك وجهه نظر، انا وجهه نظرك خرافيه ما لها منطق. اول شغله باليمن في تجاذبات دوليه، التهامي محسوب على مين؟ على الحوثي مثلا؟ إيه ما حدا بيعترف فيه. محسوب مين؟ بحضرموت؟ محسوب على الامارات؟ ما حدا بطيقه. محسوب مين؟ يا اخي مقسومه اليمن، مين هذا بده يطالعه للتهامي؟ مين بده يوصله للسؤدد؟ كيف بدك تطالعه للسؤدد؟ ما في هالحكي هذا. تفضل هلا جاوب، تفضل. شو بدك طيب تجاوب؟ تفضل. أعطيني مجال. أنا ما أنا سيبك، أنا قلت لك أشخاص ممكن يكون لهم دور في المستقبل، لكن على موضوع المهدي في الأحاديث، الحديث النبوي قال يصلحه الله في يوم وليلة. يعني ما بعرف، هو بعيش حياة عادية طبيعية وما بكون قائد في يوم وليلة، بيعرف إنه هو ذو شأن وبعدين يبايع لا مكرها، لا 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 يبايعه لا. وبيبايعوه بين الركن يصلح الله في ليلة. قد يكون في أخطاء، هلا قد يكون في أخطاء ما بنعرف مين. قد يكون هذا الرجل يمتلك أخطاء ويصلحه الله في ليلة، بيقول له لا هون لا هون وبس. هذا الإصلاح أنا برأيي راح أجاوبك عليه، هذا مهم جدا. هذا الموضوع لم يتم إلى الآن هذه الليلة العظيمة، لأنه ستكون يوما، يعني أنا بتوقع قد يكون في ليلة القدر مثلا. في هذا اليوم سيتجلى الله له. أنا بقول لك يعني سيتجلى الله له، أو يرى آيات فظيعة تخليه الرجل يعيد حساباته من جديد، وبعد مباشرة يعني بفترة قريبة بين الإصلاح تبعه سيظهر عيسى ابن مريم، لأنه هو هون بهذه اللحظة سيخبر متى سينزل عيسى ابن مريم حتى يكون متأهب ويكون مستعد. هذا هو السبب انه يصلحه الله، لانه يرى امرا عجيبا وغريبا وبخبر يخبره متى سينزل عيسى ابن مريم. يعني معلومة يا دكتور، حتى الناس لن تتبع، هو حيخرج سيعامل أنه متمرد، سيخرج من من المدينة لا إلى مكة لا 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 اسمعني. طيب ابدا اسمعني يا دكتور، أعطيني مجال.
أعطيني مجال لو سمحت، أعطيني. سيعامل أنه متمرد وستجيش له الجيوش للقضاء على هذا الإرهابي المتمرد. متى يعلم الناس أنه هو المهدي؟ جام الناس قاطبة على وجه الأرض عندما يخسف بالجيش، هنا اللي في المغرب اللي في سوريا، فهنا فيهرع إليه أبدال الشام وعصائب أهل العراق. عندما يخسف بالجيش تكون علامة للبشرية أن الجيش خسف، لأن الموروث لدينا أن لا جيش تخسفه الأرض إلا الجيش الغازي لمين؟ للمهدي. أما قبل ذلك سيتعامل معه الإعلام أنه متمرد على نظام الحكم وأنه إرهابي وجماعات إرهابية، وسيجيش له الجيش وسيهجم على مكة ليطهر مكة من الإرهابيين الذين استولوا عليها. دقيقة يا زلمة، بتدخل يا أخي مو بدك تناقش؟ طيب الخسف أين سيكون؟ في البيداء، في شمال السعودية، بيداء الشام. طيب هذا الحديث هل هو صحيح؟ تأكد لي منه. في حديث تكون فتنة في الشام أولها لعب صبيان، هذا الحديث كان موقوف، إلا أن الأحداث أثبتت صحته. كانت بداية الفتنة التي في سوريا لعب الصبيان في درعا، عندما كتبوا أجاك الدور يا دكتاتور ويسقط بشار، فكانت بداية أول فتنة وأول قتال في الشام. الأحداث حتى في حديث يكون إذا قاتلتم الثعالب غلبتكم ويرسل عليكم صيبا من السماء ويقتلكم بالقدور وينشركم بالمناشير. دقيقة شوي، أبوس إيدك، طول بالك يا رجل. أول شيء الخسف اللي صار بسوريا أنه يخسف في مدينة قرب دمشق، هذا الخسف خسفت مدن قرب دمشق بالمئات من القرى، ما دوما ولا حرستا ولا عربين ولا كلهم خسفت، اتدمرت المدن. هذا أول مبدأ. إذا كان موضوع خسف شمال المدينة، بيداء طول بالك يا حبيبي، الله بوس إيدك. إذا بدك تقول لي بيخسف لجيش بشار تعن أبو سلافه ب 8 ديسمبر، قرب دمشق مثل دوما. إذا بدك تقول لي بخسف جيش بشار الأسد فهو تم تدميره ب 8 ديسمبر، وشفتوا دباباته كيف كانت أرتال منتهية مدمرة وجنوده مأسورين وبين قتلى وأسير. هلا كلامي أنا واضح. هل هناك حديث صحيح بأنه جيش السفياني هو مكتوب السفياني؟ هل هذا الكلام ورد بحديث نبوي؟ أنا هذا بدي واقف عنده. إذا كان حديث الخسف ورد بصحيح مسلم، ورد حديث الخسف ورد بصحيح مسلم. وللتصحيح، الخسف هنا ليس تدمير الجيوش، إنما الأرض تخسف، يعني الأرض تقع بهم، تلتهمهم الأرض، هذا هو الخسف. طيب أنا ذاك اليوم طلعت عليه ما لم أجده إنه هذا الحديث صحيح. أنا ما شفته، إنه ضعيف، حديث ضعيف جدا. من هو الجيش؟ ما أنا مكتوب. قد يكون جيش الدجال، مش الجيش يعني مين هذا الجيش اللي بيجي يخسف بأوله؟ هو دعما للمهدي؟ هون ما مكتوب يا رجل مين هو. طلع لي عليه، شوف لاقي لي كلمة حتى أنا أقول هذا الموضوع له علاقة بموضوعنا. ما موجود شيء ولا كلمة بتدل على شو يغزو جيش الكعبة. شو هذا يغزو جيش؟ لحظات آتيك بالحديث، لحظات. البرزنجي كان يقول لك يخسف جيش السفياني. طيب من أين جبت السفياني؟ أنت حطيت لي السفياني موجود هون، ما مكتوب السفياني هون، ما مكتوب، ما موجود الكلمة يغزو جيش الكعبة. أينه جيش؟ ما مبين. لفظ السفياني أنا أعترض عليه، هو لفظ موروث شيعي، أنا لا أتكلم عن لفظ السفياني كحقيقة. هذا اللي بدي إياه أنا. طيب أعطيني حرفيا مين الجيش؟ شو هو كهنه؟ ما معروف. طب الشيعة يا دكتور لما بيلطموا يعني الشيعة أنا بدنا حديث مؤكد حرفيا، كلمة بكلمة لنعرف راسنا مجرينا، نعرف إيش علاقة هذا بهذا. أنا قاري كتب البرزنجي كله، بعرف إنه هذا حديث له علاقة بالسفياني، لكن هون الحديث النبوي بحرفيته ما هو جايب سيرة السفياني بنوم. طب هلا هذا البرزنجي دكتور هذا كردي؟ لا البرزنجي هذا هو من آل بيت، يعني
طبعا في كنيات مرتبطة بعائلات قديمة يعني. بس هذا الرجل كاتب الكتاب رجل ما له انه يعني بيذكر، هو متبني الكلام. مثل اذا واحد يالف كتاب بيكتب عن فلان وعن فلان، بيكتب الروايات كلها. نعم مش نعم هو نعم. مش هو عم يركز انه هذا هو كلامه الصح، لا، قال فلان وفلان وفلان والشخص فلان يتكلم بذلك، وبيجيب لك حديث مثلا النبي عليه الصلاه والسلام تكلم بهذا الموضوع بهذه القصه، القران تكلم بهذا الموضوع بهذه القصه. لكن اغلب السرديات تبعته جايه من الشيعه، يعني ما او عن سيدنا علي. هو مو سائل من الشيعه، بيقول لك قال علي بن ابي طالب. طيب منين جبت لك المعلومات هاي؟ انه بكتاب علي، وقال الحسين بن علي. يعني انه هو بجامع لك احاديث علي بن ابي طالب مع الرسول. بتلاقي دخلت انت ضعت بين حديث النبي وبين حديث سيدنا علي بتضيع يا رجل. كتاب البرزنجي هو الرجل ما هو متبني الكلام. البرزنجي بيعرض اراء الناس الموجوده كلها كمؤلف كتاب، بيعرض شو حكى فلان وفلان وفلان وفلان، بيجي يذكر لك. بس انت بتدخل بتضيع، معناته هو عم بيحكي السفياني، معناته السفياني بيكون حكي واحد من الشيعة. هلا ماشي دكتور، يعني هلا هو هذا اسلوب الشيعة، انه وينك يحطوك في دويخة ما تعرف راسك من اساسك. يعني ما بالضبط سياستهم الحقيرة معروفة. يعني الشيعة هذا اسلوبهم بالحياة. شخصيا انا عندي احساس غير شيء، انه الامور خلص انتهت عنا وخلص، ما بدي احكي اكثر من هيك. بداية لا يؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوسطهم وينادي أولهم. طيب هذه بداية الحديث. يا اخي، اول شيء تفسير الحديث. من هو هذا الجيش؟ ولماذا يريد ان يغزو المدينه مكه؟ يعني لماذا يغزو مكه؟ هو العلماء اتفقوا أن هذا جيش الخسف يتجه لوأد أو لقتال المهدي والقضاء عليه، لأن هنا التخريجات كثيرة في هذا الموضوع، ولكن لم تذكر السنة النبوية وصحيح مسلم والبخاري لم يذكروا لفظ السفياني نهائيا البتة. لفظ السفياني جاء في الموروثات الرافضية الشيعية. ممكن يكون جيش امريكا او جيش اسرائيلي او جيش الدجال. يريد ان يغزو مكه. خلال قراءة الحديث ما في شيء بدل، ما في ولا دليل بدل انه والله هذا للمهدي، ما له مبين. يعني في اخر الزمان، اوكي باخر الزمان ما اختلفنا، ممكن يكون بعهد المهدي، باخر عهد المهدي، بزمن عيسى ابن مريم، اخر الزمان. وعن ام المؤمنين ام عبد الله عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبه، فاذا كان ببيداء من الارض يقصف باولهم واخرهم. قالت: قلت يا رسول الله كيف يقصف باولهم واخرهم وفيهم اسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يقصف باولهم واخرهم ثم يبعثون على نياتهم. طيب هون ما مبين امتى، ولا كاتب انه هي من اشراط الساعه. ما حتى يا زلمه، لا يعني في الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول: لا تقوم الساعه حتى ينحسر الفرات عن جبل من ذهب. لا تقوم الساعه. هون ما جايب سيره الساعه يا رجل، ما كاتبين هون سيره الساعه. هذا من أشراط الساعة، لأن في حديث آخر للرسول يقول أن خسف بجزيرة العرب وخسف في المغرب وخسف في المشرق. هذا الخسف اللي في جزيرة العرب، هذا في حديث آخر صحيح يتحدث عن 3 خسوفات. ايوه شوي، الشيخ ابن باز شو بجاوبك؟ يعني في آخر الزمان، هو يأخذ جيش الكعبة يعني في آخر الزمان لهدمها فيخسف الله بهم الأرض، يعني عقوبة عاجلة. قالت عائشة: يا رسول الله كيف يخسف بهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ يعني عادة الجيوش إذا جاءت يأتي فيها أسواق للبيع والشراء، يأتي أناس ليس منهم، إنما جاء هذا تفسير ليس منطقي يا دكتور، ليس كل التفسيرات منطقية. إنه في حدا منهم مو جاي هو يقاتل. قال عليه الصلاة والسلام: يخسف بهم جميعا ثم يبعثون على نياتهم. الكل يبعث على نيته التي منهم، يبعث على نيته التي واللي معهم وليس له نيتهم يبعث على نيته. طيب هيك هو بيفسر ابن باز الموضوع. ما في شيء واضح يا أخي، والله مش واضح الحديث. ما واضح إنه هو بآخر الزمان. هو بآخر الزمان ما اختلفنا. طيب بآخر الزمان
بزمن عيسى، بزمن المهدي، بزمن الدجال، بزمن ما له مبين يا اخي بانه زمن بده يصير هذا الشيء. هذا الشيء بده يصير. بس شفتوا في جيش رايح على مكة انخسف بيكون تحقق الحديث، بس ما له علاقة بالمهدي. ما له علاقة بالمهدي هون، ما له محدد المهدي. لاحظ يا دكتور لاحظ أن المهدي لم يذكر بالقرآن الكريم، وأحاديث المهدي وردت عن لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام في يا صحيح أخي ليش عم البخاري يحكوا لك ومسلم. هذا؟ أنا مستغرب ليش رابطين هذا الحديث بالمهدي؟ ما له موجود المهدي كله هون. آخر الزمان. طيب الابن باز قال آخر الزمان، ها؟ ابن باز هو الحديث ما موجود في آخر الزمان. أنت أخرج أحاديث المهدي الصحيحة واستأنس فيما قاله ابن حماد. استأنس يعني حاول أن تجد فيما قاله ابن حماد، لأن حديث مثلا على سبيل المثال حديث تكون في الشام فتنة أوله لعب سفيان، هذا من أحاديث ابن حماد. وحديث حتى هذا الحديث بيعلمك قديش بتطور الثورة السورية. هذا يوميتها سألوني قالوا لي أنت كيف عرفت إنه بشار بده ينتهي خلال فترة عام 2024؟ قلت لهم الحديث ابن حماد اللي لعب الصبيان 12 سنة، ضيف انت بدءا الثورة بلشت 2012، ضيف 12 سنة بيطلع عندك 2024. فهذا الموضوع له علاقة بالثورة السورية. مضبوط، لأنه ابن حماد حدد فتنة الدهيماء 12 عاما، قال 12 عاما أو يزيد أو تنقص. هكذا السرد مضبوط، تحليلك مضبوط يا دكتور. هذا موضوع بالثورة السورية، هذا لعب الصبيان فهمناها. نحن هلا حديثنا بدنا نعرف انه هذا ايش له علاقته بالمهدي، ما محدد يا سيد كلمنتين. شغله مو بدنا ناخذها بالعطاء. انا واحد شيخ قال هيك، طيب قل لي ثبت لي اياها، انا ما باخذني بالعطاء. تعطيني تحليل تفسير علمي. ماني شايف ولا كلمه للمهدي، ماني شايف اي كلمه لها علاقه اخر الساعه. يا اخي اخر الزمان في عندك انت 150 سنه، هي اخر الزمان. 200 سنه لاخر الزمان. يعني عندك انت من هون، انا هيك رايي، من هون لنهايه القرن. نحن هلا 2025، عندك 75 سنه. هي 75 سنه راح نتعرض فيها لظهور المهدي والمسيح والعون الدجال والمغول هذول الصينيين ياجوج وماجوج. يعني ممكن يكون جيش ياجوج وماجوج بده يغزو مكه بينخسف فيه، ممكن يكون جيش الدجال بده يغزو مكه بينخسف فيه. لحتى اللحظه ما بنعرف مين. في سنة 1979 جاء العائد الأول اللي هو جهيمان العتيبي، عندما تهيأ له أنه هو وابن أخته تهيأ له فقتل هذا العائد الأول، وقال الرسول لا يستحل الحرم إلا أهله. ثم العائد الثاني قال ما يلبث الناس برهة. هل تعلم أن البرهة اكتملت شهر 11 24 نوفمبر؟ البرهة ما يقارب 50 سنة أو أقل، 40 سنة أو أكثر. هل تعرف أن من 79 حتى الآن انتهت البرهة؟ وحديث الرسول يدل أن البرهة من يشهدها أناس لا زالوا، يعني البرهة هي زمن قد يلحقه جيل الذي قبله، يعني الذين عاشوا في السبعينات والثمانينات حدثت البرهة قد يكونون يصلون إلى زمن وجود العائد الثاني. العائد الثاني قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن جاء العهد الثاني فلا تغزونه. طيب أجاوبك على الكلام. جيش الخسف، هذا الربط، هذا الحديث الرابط وهو صحيح. الآن ثواني يخرج لك النص. طول بالك يا أخي، طول بالك. روق أنت بتحكي بطريقة غريبة يا رجل، هدي شوي. أين هو المهدي؟ أين هو مسرحه؟ وين مسرحه؟ أين مسرحه؟ يعني هن كل القصة الشيعة بدهم يعملوا لك إياها إنه الغزو لمكة المكرمة. فلا تغزونه إنه جيش الخسف. هنا الربط بين جيش الخسف الذي يغزو العائد بمكة، والربط أن المعركة حتكون بمكة، والربط أن الخسف سيكون في البيداء شمال مكة. يا دكتور هذا حديث صحيح ليس بحماد ولا آخر. طيب بدي أسألك سؤال. هلا الشيعة نفسهم متناقضين بحد ذاتهم. السفياني يظهر بالشام ويحكم الشام والعراق مثلا، برجع بيقول لك المهدي بيطلع بمكة ومدينة. طيب
وكل مسرح عمله المهدي معروف انه هو مسرحه بلاد الشام، ودليل كلام انه هو المهدي بيمهد لعيسى بن مريم، وعيسى بن مريم ينزل في دمشق ولا ينزل في مكة. لو المهدي مسرحه دقيقة يا حبيبي، دكتور حبيبي انا تركتك، انا اتكلم عن بدايه خروج المهدي. بدايه خروج المهدي لا يخرج في الشام. يا صديقي المهدي يلوذ بالحرم. بدك تفسر لي الموضوع انه اليهود اللي بيكونوا متعالين بالكون كله، ومعروفه انه يكون اليهود مسيطرين على العالم كله، بدك يا المهدي يطلع لك من الشام من السعوديه ويروح لك على بلاد الشام ويحرر لك الاردن ويحرر لك العراق وسوريا وبعدين يغزي على شو اسمه على اسرائيل؟ ليش يا دكتور؟ ليش الرئيس السوري مش كان في سجن بوكر؟ طلع من الأنبار ومن بوكر وذهب إلى شمال سوريا ثم وصل إلى دمشق. طلع من العراق، ما وصل إلى دمشق. ليس شرط البداية أن يكون خرج شوف بدي اقول لك معلومه بقى، انا بزمانه كلهم كانوا بقوته يتحبون. العسكرية من دمشق. يا عمي انت ليش هيك بتحكي بالطريقه هي؟ هدي شوي روح، خلينا نحكي، انت بتحكي بس اترك المجال لغيرك. انت اسلوبك منه مستفز شوي، خليه يروق شوي. شوف انا كان يقولوا لي كل العالم، انا في كده احلل، ليش احلل كان تحليلي صح؟ لانه ببني على اسس منطقيه. اول شغله انه قلت انه فتره بشار الاسد 2024 بسبب الحديث هذا، حديث الصبيان. طيب كنت اقول كان يقولوا انه بده يجي مناف طلاس، بده يجي ما بعرف مين، بده يجوا الائتلاف. قال لهم ولا بحياتهم هدول بيربحوا، ولا بحياتهم يربحوا هدول. كنت اقول لهم بده يجوا من المشرق. هناك احاديث تقول رايات السوداء التي ستاتي من المشرق هن اللي بيسيطروا على دمشق. العالم يقول لك انا حتى كنت اقول الكلام اولاد الدكتور موالي لهذوليك، انا ما كنت موالي لشيء، لكن في القراءات القديمه كانت تقول انه سياتون من المشرق تأييدا لهم، وهذا الشيء اثبت انه هن فعلا من المشرق. من اجوا؟ اجوا من المشرق من العراق. طيب على زمن، انتبه، على زمن العباسيين كان ابو مسلم الخراساني كمان راياته سود على فكره، لا اله الا الله، لان ايد العباسيين. فقالوا عن هذا هو الذي سيؤيد مين؟ المهدي. سموا احد اولاد العباسيين سموه المهدي، كمان كان في واحد اسمه المهدي. وبعدين قالوا لا هذا هو العسكري وكذا، ودخلوا بمتاهات. يعني من هذاك الوقت على زمن العباسيين كانوا يقولوا هذا ابو مسلم الخراساني هو اللي بدي يساند المهدي، هدول صاحبين الرايات السود. لكن حتى نحن شفنا هلا رايات السود اللي اجت من الشرق. فهمت علي كيف يا حبيب؟ يعني انا فيني اربط كالتالي: المهدي يكون ديدنه بلاد الشام. على فكره كنت اقول انا تحديدا من الشام، وحتى فكره في كلام قراته سابقا من الجفر انه يؤيدونه اهل حلب. طيب جيت انا اقول لعمى، قلت معناتها كنت اقول انه المهدي بيطلع حلبي. ليش؟ انتبه النقطه، انه ليش اهل حلب يأيدوه بالذات؟ اهل حلب يعني اهل حلب يكونوا جنده الاساسيين. لكن حتى جينا شفنا هلا الجيش تبعه مكون. تعرف ادلب ايمتى صارت جزء يعني محافظه لحالها؟ يا زلمه عام 1965. ادلب كان جزء من حلب سابقا، يعني هي ادلب ما أنا موجوده قبل 100 سنه. 1965 شكل زمن البعث، ما كانت موجوده ادلب ولا كانت القنيطره، لا القنيطره كانت موجوده ولا ادلب موجوده. تشكلت بعد حزب البعث 63 شكلوا محافظه ادلب. ادلب هي جزء من حلب. وعلى فكره كمان الكثير من جند اللي طلعوا من سوريا من ريف حلب وريف ادلب وادلب. فحديث بتقول لك انه الجيش الاساسي هو من حلب، يعني ادلب هي حلب. فهمت علي كيف؟ يعني هذا الكلام مشهوره من مئات السنين. حلب وليس ادلب. ادلب هلا تشكلت اسمها، ما كان معروف ادلب باسم نهائيا. كيف ستفسر الاحداث؟ وممكن اذا بقينا عايشين على قيد الحياه نفسر لكم شو اللي عم بيصير. لكن انا مقتنع تماما سيذهب الى الشام ليحرر. يا دكتور سيذهب في الشام ليحرر ويبسط. سيذهب الى الشام يا دكتور بالتاكيد، لان خلافه اخر الزمان
اللي بيحررك جزيره العرب لا، سيقيم خلافته هناك. يا اخي انا بقول لك ممكن سيسيطر. الشام قد يكون امراء دول الخليج تبايع الرئيس في الشام، تبايعه، يعني تشوف هذا الرجل صالح، رجل ورع، تقول له اخيو نحن خلينا ضمن دولتك ونحن لا بنبقى تزعل امراء. مني، أنا لا أريد أن أستفزك، لا تزعل مني. لن يكون الرئيس السوري الشرع هو المهدي، ثق من ذلك، أبدا لن يكون المهدي. الله يخرب بيتك، اسكر بس من وراك انت، انا بحكي يا اخي، ليش انت بتحكيني حكي ما حكيته؟ ليه؟ عم تحكيني حكي، خاف الله يا زلمه، اسكر اطبش التليفون على وشك. المهدي من عفرين، المهدي من عفرين. هو بده يكون عربي، ايش بالك، مع احترامي لاهلنا الكراد والتركمان وكله، عربي يا أخي. عربي هاشمي اموي هيك بيطلع، يعني اجباري. هلا اموي شو اموي؟ يعني بني هاشم، يعني معاويه من منين؟ بني هاشم، من قرايبه للرسول، من قرابته. يعني صح انه ما هو قربه كبيره يعني صميميه، لكن بني هاشم. بعد بني هاشم. ايه احفاده، ليش لا؟ احفاد كلها احفاد بني هاشم. ايه يعني خبرنا خيو، شو ما بدنا نحن حرين، ما حدا له عنا شيء. إلك يعني. وسوريا لنا ما إلى بيت الأسد، ودسنا على ايوه، بيت الأسد. واحد بيكون عنده قمر واحد، نحن عندنا قمرين، الرئيس السوري والقمر في السماء. آه. هلا بيسوي لي لقطه.